السلام عليكم. كتير مننا بيبقى رايح مطعم وبيبقى بيقابله كلمات بالانجليزي ما بيبقاش فاهمها جوه قائمة الطعام اول ما بيدخل ويجي يطلب الحاجة اللي عايز ياكلها. طيب مبدئيا نتعرف على كلمة مطعم بالانجلش، اسمها restaurant. restaurant restaurant. حضرتك اول ما بتدخل الريستورانت تبقى بتدور على قائمة الطعام عشان تطلب حاجة تاكلها او تشربها. قائمة الطعام اسمها menu. menu menu. المنيو ممكن تبقى paper ورقية، وممكن تبقى QR code. QR code بيبقى ستاند صغير موجود على الترابيزة، حضرتك بتفتح كاميرا الموبايل فون بتاعتك وتصورها ويظهر لك المنيو على الموبايل فون بتاعك. يبقى عرفنا منيو ممكن تبقى paper or QR code. في كلمة بقى كمان حضرتك ممكن تلاقيها في المنيو اسمها beverage. beverage 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 يعني المشروب. ممكن يبقى المشروب مثلا water مية، ممكن يبقى coffee قهوة، ممكن يبقى tea شاي، ممكن يبقى juice عصير، ممكن يبقى أي مشروب تاني. يبقى beverage يعني مشروب beverage. في كلمة كمان بنلاقيها اللي هي كلمة today's special. today's special today's special today's special اللي هو طبق اليوم. today's special today's special. نيجي بقى لانواع الاطباق اللي ممكن تنزل لحضرتك على الترابيزه. اول حاجه هتكلم عنها اللي هو a starter. a starter جاي من الفيرب start يبدا. a starter الحاجه اللي بنبدا بيها. في ناس بتحب تبدا بالشوربه، شوربه اسمها بالانجلش soup. soup يبقى a starter الحاجه اللي هنبدا بيها زي soup. عندي a main course. a main course a main course اللي هو الجزء الاكبر من الوجبه، او بنسميه الطبق الاساسي عندي. a main course a main course. ممكن كمان يكون في طبق تاني اللي هو طبق التحلية، بنسميه dessert. dessert dessert اللي هو sweet food. dessert تحلية. عندي كمان side dishes. side dishes side dishes side dishes اللي هي الأطباق الجانبية أو الإضافية، زي الفرايز اللي هي بطاطس محمرة or salad اللي هي السلطة. الشخص اللي بيقدم لك بقى الأكل في المطعم او بينزل لك الاكل على الترابيزه بنسميه a waiter. a waiter اللي هو الجرسون. طب لو واحده ست او لو مؤنث هنسميها a waitress. a waitress a waiter a waitress. طيب حضرتك بعد ما بتخلص اكل بيجي ناس بيشيلوا الاطباق، بنسميهم a busser. a busser الشخص اللي بيجي ينقل الاطباق وبينظف او بيروق المكان. طب ممكن يبقى مؤنث او مذكر. طب لو هو مذكر هنقول a bus boy، لو هو مؤنث هنقول a bus girl. a busser a bus boy or a bus girl. طب اللي بيطبخ الطعام او بيطهيه لنا بنسميه شيف. شيف شيف. طب وحضرتك داخل من الباب بتلاقي حد واقف كده بيرحب بيك، لو هو راجل هنقول عليه host، لو واحدة ست هنسميها hosts. hosts host hosts.